توفيق الحكيم بيكتب بطريقة شوي فيها ساركازم، في بمقطع كتاب اسمه عصفور من الشرق، بيقول ان لما اجت اوروبا على افريقيا، صار الاوروبي يقول شو، يقول له للافريقي، قال يقول له لا تسرق. يتطلع على الافريقي، اسرق ماذا؟ ما عنده مفهوم السرقة لانه ما عنده مفهوم الامتلاك. فانت جايب لي مفهوم من عندك تحطه عندي that does not apply. شو بدي اسرق؟ ما هي الشجرة باكل بس بدي، وهي النهر بشرب بس بدي. شو بدي اسرق؟ شو يعني اسرق؟ كنت بكونفرنس بالشارقة وقال المسؤول عن الكونغرس، والله كلمة تتوج بماء الذهب بهيدا الزمن بالتحديد، سمعتها وكتبتها، بيقول يتم إسقاط قيم ومفاهيم على مجتمعات لم تنتجها. في أشياء ما خصنا فيها نحن، يعني هيدي ثقافة المنهزم اللي بيستورد كل شيء. فلازم نكون عن جد حذرين بأي مفاهيم نتبنى، لأنه هذه هويتنا وتاريخنا وحضارتنا ومرات ديننا. والمشكلة وين؟ يعني بيجيكي بكلمات حلوة وبتبين فيها عدالة وفيها شيء صح وفيها شيء سليم، ولكن بالحقيقة فيها أشياء أقل القليل ما بتشبهنا. القيم يجب أن تكون نتاج المجتمع اللي هي بده يعيش على أساسه كقيمة. فعن جد بدنا نكون حذرين، ومش بس حذرين، بدنا نكون حذرين ونكون فخورين بماذا نتبنى وماذا نرفض.